ان اللاعب عايز رقم معين، هيبقى اعلى لاعب اجرا في خط نص النادي الاهلي. تمام. وان المدير الفني في احتياج، قال لك انا ما عنديش مشكله لو جه، انا محتاج تدعيمات في المركز ده لخط النص. بس المفاوضات توقفت بعد ماتش بيراميدز مباشره. ليه بقى؟ بعد مباراه بيراميدز مباشره، المدرب واللجنه يعني الناس في النادي الاهلي شايفين لا، ده احنا عندنا مروان، عندنا حمدي، عندنا عمرو السوليه، وبره قاعدين قاعد ديانج والقندوسي، وامام لو جه هيبقى على حساب مين؟ فهي دي الفكره. وامام مش هينفع يقعد احتياطي، يقول لك لا انا عايز العب وعايز اشارك وعاوز. طيب المفاوضات توقفت من فتره، رجعت الكلام اتفتح تاني الفتره اللي فاتت دي. تمام. الفتره اللي فاتت دي الكلام رجع تاني ليه؟ في اتجاه في النادي الاهلي ان في